من اول يوم اتجوزت وانا الموضوع ده مش جاي معايا ابدا. بصراحة طريقته معايا غريبة، وبيحب الموضوع ده بطريقة معينة، طريقة انا محبتهاش. وكنت كل مرة اتكلم معاه واحاول ان انا افهمه، لكن برضو مفيش فايدة. كل ما اتكلم معاه يقولي انتي مش فاهمة حاجة، انا عايز اعلمك كل حاجة تخليكي مبسوطة، وكمان عشان انا كمان اكون مبسوط. هو انتي مش بتحبيني ولا ايه؟ انا كنت بحبه جدا، لكن طريقته في الموضوع ده كانت غريبة. وبعدين بيطلب الموضوع ده كتير زيادة عن اللزوم. كنت كل ما اتكلم مع امي لما اروح لها زيارة واقعد اشتكي لها، تقولي يا عبيطة، يا بختك، ده كل الستات تتمنى ان يكون جوزها زي جوزك كده. طب يا ريت كان ابوكي اللي عايش ومكانه، وانا كنت اعمل عشانه البدع. قلت لها يا ماما انتي مش فاهمة هو بيطلب ايه. قالت لي يا ستي احنا فيها، احكيلي وقوليلي هو بيطلب ايه. قعدت اقول لها، لكن كل ما احكي لها حاجة تقولي يا بختك، يا بختك. كنتش عارفة هي عايزة ايه بالظبط، ولا يا بختي على ايه. هو اللي انا بحكيه ده حاجة تفرح؟ بالعكس، دي حاجة بتتعب، وانا ما حبيتهاش. فضلت على الحال ده كتير، لحد ما في يوم جوزي اتخانق معايا واحنا في اوضة نومنا، لاني انا رفضت اعمل اللي هو عايزه. وفي الوقت ده قام وسابني وطلع بره الاوضة، ولقيته بيتصل بمامتي ويقول لها ان هي لازم تيجي دلوقتي. قال ايه؟ علشان هو عايزها في موضوع مهم. كنتش عارفة اعمل ايه. يعني معقولة كده؟ ازاي ازاي اللي هو بيعمله ده؟ وهيقول لها ايه؟ وفعلا اتصل بأمي، وهنا كانت كل المشكلة. لو تعرفوا ايه اللي حصل هحكي لكم بالظبط، لكن في الأول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ودلوقتي يلا بينا أقول لكم قصتي. أنا هيام، عندي 29 سنة، متجوزة من المهندس أحمد، راجل زي الفل. لكن كانت كل مشكلتي معاه هي أوضة النوم. أيوة، زي ما سمعتوا كده، من يوم ما اتجوزت زي ما حكيت لكم، وكل حاجة بيعملها غريبة وأنا ما حبيتهاش. معرفش، يمكن في ناس أو بنات غيري تحب الموضوع بالطريقة دي، لكن أنا مش بحب كده. أنا بطبعي هادية ورومانسية، أحب كل حاجة تتعمل تبقى بهدوء وبشويش. لكن هو كان غير كده خالص، علشان كده كان دايما يشتكيني لوالدتي. والمشكلة الأكبر إن مامتي أول ما عرفت لقيتها بتطلب مني طلب غريب قوي. لأن هو لما اتصل بيها وجات لنا البيت قعد معاها وطلب مني إن أسيبهم يقعدوا يتكلموا لوحدهم. أنا كنت متضايقة قوي، ليه يتكلموا لوحدهم؟ مش أنا برضو في نفس المشكلة، لازم أقعد وأسمع. لكن هو قال إيه؟ رفض. لكن أنا مسكتش، سمعته وهو بيكلم مامتي وبيقول لها عقلي بنتك في نعمة كبيرة هي مش حاسة بيها، ومليون بنت غيرها تتمنى ان جوزها يكون كده. وانا كنتش عارفة اعمل ايه. شوية ولقيت مامتي داخلة الأوضة عندي بتقولي انا عايزة اتكلم معاكي، بس في الاول تعالي هنا وقوليلي ايه اللي انتي لابساه ده. قلت لها لابسة ايه يا ماما؟ لابسة بيجامة طبعا. قالت لي بيجامة؟ ليه؟ وفين هدومك؟ انتي لسه عروسة بقالك كام يوم، ايه اللي انتي لابساه ده؟ انا مش عارفة انتي طالعة لمين يا بنت انتي المفروض تطلعيلي، المفروض تكوني زيي. انا مستغرباكي بصراحة. قلت لها يا ماما ليه بس؟ انا عملت ايه؟ قالت لي بقولك ايه، من هنا ورايح انا هقعد معاكي
وكل اللي انا هعمله لازم تقلديه. انا لازم اعلمك من اول وجديد. واول حاجة قامت فتحت دولابي وطلعت قميص نوم. بصراحة كان مفتوح من كل حتة، وانا ما كنتش عارفة هقعد بيه ازاي اصلا. استغربت، لكن في الاخر سمعت كلامها ولبست زي ما هي قالت لي بالظبط. وبعد ما عملت اللي هي عايزاه قالت لي شاطرة، برافو عليكي. بصي بقى، جوزك هيدخل دلوقتي، واللي انا هطلبه منك هتعمليه وقدام عينيا. قلت لها يا ماما ازاي بس؟ قالت لي بنتي انا مش عايزه اسمع صوتك. وفعلا شويه وجوزي دخل الاوضه، وانا كنت قاعده على سريري، وفجاه لقيت مامتي بتطلب منه يعمل اللي هي بتقوله بالظبط. وفعلا ابتدى يعمل كده. لكن الموضوع في الاول بالنسبه لي كان عادي، لكن بعد شويه لقيتها هي اتدخلت. ايوه، والغريبه بقى واللي انا مستغربه منه نفسي اصلا ان هي ابتدت لما تشارك يعني في الموضوع، ابتديت انا اشوف الموضوع بطريقه تانية، لدرجه ان انا ابتديت احب الموضوع جدا. وبقيت اقول لها لا، اوعي تسيبينا، خليكي قاعده. وشويه شويه ابتدى الموضوع يبقى يعني احنا التلاتة في نفس الموضوع وفي نفس الأوضة. وانا كنت فرحانة جدا جدا بكل اللي بيحصل، وما كنتش عايزة ابدا ابدا ان الوقت يعدي. تخيلوا، بعد ما كنت رافضة الموضوع ورافضة بشدة كمان، لقيت نفسي حابة الموضوع جدا بالطريقة دي. طبعا امي ست زيي واكيد فاهمة. على فكرة بقى، في حاجة انا نسيت اقولها لكم. مامتي دي مش مامتي يعني، دي مرات ابويا، بس مربياني من وانا صغيرة جدا. وعلشان كده لازم كنت اقول لها يا ماما، وانا منكرش ان انا بحبها جدا. لكن بعد ما اتجوزت وجت عاشت معايا، وابتدت كل مرة جوزي يطلب مني الموضوع ده يتشرط ان مامتي تكون موجودة، لان اول مرة يحس ان هو مبسوط كانت ومامتي موجودة. وانا كمان منكرش ولا اخبي عليكم ابدا، انا كمان عشت الموضوع بطريقة مختلفة، حبيت الموضوع جدا، وبقيت انا كمان اطلب منها ان هي يعني تكون موجودة معانا. بس مع مرور الوقت ابتديت انا احب الموضوع بطريقة غريبة، زي ما يكون عمري في حياتي ابدا ما يعني من ساعة ما اتجوزت ما حصل غير الليلة دي. واول مرة كنت احس ان الموضوع حلو جدا بالشكل ده، وابتديت ان انا اغير على جوزي. ابتديت احس ان انا مش عايزة وجودها معانا. ما هو بصراحة كده، يا هي يا انا، ما ينفعش احنا الاتنين نكون موجودين. وكمان زي ما قلت لكم ان هي كمان ابتدت تشارك، وجوزي طبعا عجبه الموضوع جدا. طبعا هيلاقي حاجة زي كده فين؟ وابتدى الموضوع يزيد يوم ورا يوم، لدرجة ان انا بقيت اتخانق معاه. كل مرة يقولي انا قلت لمامتك تجهز، وانتي يلا ادخلي حضري نفسك، وانا شوية وهحصلكم. قلت له هو ايه؟ هو خلاص، هو ما بقاش ينفع الموضوع ده من غيرها ولا ايه؟ قال لي انت عايزة ايه بالظبط؟ قلت له يعني ايه عايزة ايه؟ احنا لوحدنا، انت متجوزني انا ولا ايه رأيك؟ بصراحة في الاول وافقني، لكن بعد كده ابتديت احس ان بيعمل الموضوع ده مجاملة، وكل يوم يدخل ينام بدري جدا زيادة عن اللزوم، لدرجة ان انا حسيت ان في حاجة غلط. وفي يوم من الايام عملت نفسي ان انا نمت بدري زي ما هو نام، لكن بعد شوية لقيته بيقوم من جنبي يطمن يشوفني صاحية ولا نايمة. وبعد ما اتأكد ان انا خلاص نمت ورحت في سابع نومة، لقيته بيتسحب على طراطيف صوابعه وخرج بره الأوضة. ومش كده وبس، ده كمان راح لأوضة مامتي. وفي الوقت ده
بصيت عليهم من خرم الباب وشفتهم هما الاتنين. أيوة، شفتها هي تحت وهو فوق، وشوية بقى هو تحت وهي فوق، وأنا واقفة ما أقولكوش على اللي كنت حاساه. عايزة أدخل لهم، لكن في نفس الوقت مش عارفة ايه اللي عندها مش عندي، ايه اللي هي بتعمله انا ما بعملوش. طب ما هي علمتني كل حاجة، هو هيفضل على طول كده ولا ايه؟ انا مش عارفة، حاسة ان جوزي خلاص ضاع من ايدي وبقى دايما معاها هي، وانا لحد دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. علشان كده انا النهاردة جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى لازم تفيدوني تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. المشكلة بتاعتي دي مشكلة كبيرة وانا عايزة حل في اسرع وقت ممكن. يا ريت كلكم تقولولي على حل اعمله، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس، ويا ريت من غير تجريح فيا. قلت له طب ازاي؟ اختي وامي هنا عندنا واحنا ساكنين في اوضه فوق السطوح، انت عايز يعني حقك دلوقتي؟ قال لي بقولك ايه، انا متفق معاكي من امبارح، انا مالي بقى امك ولا اختك هنا، انا المهم عايز حقي الشرعي. قلت له طب ازاي؟ وبعدين انت عارف ان اختي متطلقه، اختي لسه صغار وحلوه، يعني اما تسمع كده وانت ما بتسترش مجالك وصوتك عالي وبتخليني صوتي يجيب اخر الدنيا، ازاي بس؟ طب اصبر يومين 3 لما يسافروا يروحوا عند خالتي. وجوزي مرضاش وحكم رأيه وقال لي بقولك ايه، انا هاخد حقي دلوقتي، يعني دلوقتي. كنتش عارفة اقول له ايه ولا اعمل ايه، وفجأة عمل اللي هو عايزه. لكن لسه ببص كده لقيت اختي واقفة بتتفرج، وقتها مسكها من ايديها وقال لها ايه، الموضوع عجبك؟ ايه رأيك تجربي معانا؟ واختي بدل ما تقوله ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، قالت له اجرب، وماله، ده انت صوتكوا جايب اخر الشارع وانا مش عارفة اقول لكم ايه. قلت لها اللي انت بتقوليه ده امك فين؟ قالت لي يا اختي انت عارفة ان امك نومها تقيل ومش هتحس، انما انا الموضوع سمعته وخرم ودني علشان كده قمت. وبعدين ده انا اختك، المفروض يعني ما تاخديش كل ده لوحدك. ما كنتش عارفة ارد عليها، وفجأة جوزي نفذ اللي هو عايزه. اصل ده كان حلم حياته من زمان، كان نفسه وطول عمره يقولي يا سلام لو اتجوز واحدة معاكي وانتوا الاتنين تبقوا كده قصاد عيني، اخرج من هنا ادخل هنا. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي ايوه زي ما سمعتي كده، ايه المشكلة؟ قلت له ده انت اكيد اتجننت، لكن اهو تلف الايام ويحصل اللي هو عايزه. ومع مين؟ ده اختي المطلقة. وانا في الوقت ده معرفش ايه اللي خلاني وافقتهم، يمكن عشان الموضوع كان صعب. وفي الليلة دي ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. قصة النهاردة قصة هتعجبكم جدا، لكن لازم حل في أسرع وقت. هقول لكم على القصة وتفاصيلها، لكن الأول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة والجميلة اللي بتنزل عندي على القناة. ودلوقتي يلا بينا ندخل في قصتنا النهاردة ونعرف ازاي هنحل المشكلة دي في أسرع وقت ممكن. أنا إلهام، عندي 29 سنة. قصتي بدأت في أوضة صغيرة فوق سطوح. أنا متجوزة بقالي 3 سنين، لكن جوزي موضوع العلاقة ده بالنسبة له زي الأكل والشرب كده، ما يقدرش يستغنى عنه، بيحب الموضوع ده بطريقة غريبة قوي، وأنا عكسه. أي نعم الموضوع ده مهم، لكن مش بالطريقة بتاعته دي.
كل حاجة وليها أصول وحدود، لكن أنا جوزي عدى كل الحاجات دي كلها. من ساعة ما اتجوزنا وأنا في الأول كنت بقول معلش، عريس جديد وبكرة يزهق ويعقل، لكن كل ما الموضوع كان بيقدم كل ما هو كان بيزيد، ومعرفش كان بيجيب الصحة دي كلها منين. كان دايما يقولي تعرفي أنا نفسي أتجوز 2 3 وكلكوا تبقوا قصاد عيني كده. قلت له ازاي في نفس الليلة؟ قال لي وفي نفس اللحظة وحياتك. وانا ما كنتش عارفة اعمل ايه. انا ليا اخت ماليش حد غيرها في الدنيا، هي وامي، لان ابويا متوفي من زمان، واحنا عيلة فقراء قوي على قدها خالص خالص. اختي كان متجوزة واحد ميسور الحال شوية، علشان كده امي كانت قاعدة عندها دايما، كانت على طول عندها. وامي برضو بيتها او البيت اللي احنا اتربينا فيه يعني مش بيت، ده برضو اوضة فوق سطوح. علشان كده اختي لما اتجوزت في شقة شرحة وبرحة اخدت امي تعيش معاها. وكمان زي ما قلت لكم ظروف جوزها كانت كويسة، لكن بعد فترة حصلت مشكلة كبيرة بينها وبين جوزها عشان هي ما بتخلفش، وعلشان كده طلقها ورجعوا تاني يعيشوا في الأوضة اللي فوق السطوح. وفي مرة من المرات أمي اتخانقت مع صاحب البيت وطردها هو واختي، وقال لهم يعني اطلعوا برا، أنا خلاص ما عنديش أوض للإيجار. أمي قعدت تتحايل عليه وتقول له هروح فين أنا وبنتي السعادي؟ قال لها أنا ماليش دعوة، ومشيوا وما كانش قدامهم حتة يروحوها غير عندي. وطبعا امي كان ليها اخوات يعني، لكن مش في نفس البلد، في بلد تانية ارياف. فامي قالت لاختي تعالي نروح نقعد مع اختك يومين وبعدين نسافر لخالتك لحد ما نشوف هنعمل ايه. وانا في الليلة دي جوزي كان جاي وراسم ان الموضوع ده يحصل، وكان قايل لي كده قبل ما يروح شغله، وانا طبعا وافقته. اكملني يعني الظروف اللي بتيجي كل شهر كانت لسه خالصة وكده، وهو طبعا ما صدق. وانا بقى اول ما هم خبطوا كنت فاكرة جوزي، بفتح الباب لقيت امي واختي. اتصدمت، حكولي اللي حصل، ما كانش ينفع اقول لهم ما تجوش ولا امشوا. رحبت بيهم وشوية وجوزي جه رحب بيهم هم كمان، لانه كان فاكرهم هيقعدوا شوية ومروحين. لكن لما حكيت له اللي حصل اتجنن، قال لي طب وبعدين هعمل ايه؟ قلت له هتعمل ايه في ايه؟ قال لي انت بتستعبطي يا ولية، ما انت عارفة اللي فيها، وانا قايل لك الكلام ده قبل ما اروح شغلي الصبح. ايه هتستهبلي ولا ايه؟ قلت له وطي صوتك، هما ما يسمعوش، مش عايزاهم يعرفوا حاجة. قال لي انا بخدتك برا الأوضة عشان نتكلم، هما بقى ايه هيتصنطوا علينا؟ قلت له طب عشان خاطري، هما بكرة ولا بعده هيمشي يروح عند خالتي، انت بس اتعامل معاهم كويس حتى الليلة دي. لكن هو رفض وقال لي انا عايز حقي، ماليش دعوة، وسابني ودخل. قلت هحضر العشاء ونتعشى، وبعديها هو اكيد هينسى الموضوع دوت. وبعد العشاء امي واختي ناموا على سرير صغير في الأوضة، اي نعم هي أوضة لكن كبيرة يعني، وانا حطيت كده ملاية بيني وبينهم عشان يعني انا وجوزي ننام. وفجأة لقيته بيقول لي يلا. قلت له يلا يلا ايه يا راجل انت؟ ازاي؟ قال لي انا ماليش دعوة، انا قايلك انا عايز حقي الشرعي. قلت له دلوقتي؟ طب ازاي؟ امي واختي هنا، وبعدين ما تنساش ان اختي مطلقة، وانا عارفة يعني الست اما جوزها يبعد عن حياتها شوية ولا كده هتبقى حالتها عاملة ازاي؟ ما بالك بقى اما تسمع وانت منك انت بتخلي صوتي يجيب اخر الشارع. اعمل ايه معاك عشان خاطري؟ اعدي الليلة دي بس. لكن هو مرضاش ابدا، قال لي بقولك ايه، انا ماليش دعوة، وبعدين انت ايه عايزة ايه بالظبط؟
عايزاني يعني امشي غلط ولا اعمل حاجة غلط. وقلت له يا سيدي خلاص، انا مش عايزاك تعمل حاجة غلط، لكن هنعمل ايه بس في الضيوف اللي عندنا؟ طب بكرة ولا بعده؟ لكن هو صمم. وفقته، وكنت بحاول على قد ما اقدر اوطي صوتي او حتى ما يطلعش، لكن هعمل ايه؟ اصل انتوا ما انتوش عارفينه. ده صعب قوي في الموضوع ده، وبيعمل حاجات يخلي اي ست تنطق وتتكلم حتى لو مش عايزة. ولسه بفتح عيني لقيت اختي واقفة وهو شغال، حتى ما وقفش ولا بطل اللي هو بيعمله ده. ولقيت اختي بتبصلنا كده. قال لها ايه؟ مالك؟ كانت متلجلجة ومش عارفة تتكلم، ولسه هتمشي من جنبنا مسكها من ايديها. قال لها ايه رأيك تشوفي بنفسك وتحكمي وتجربي؟ لقيتها قالت له ماله اعمل كده؟ قلت لها ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ وبعدين انتي مش خايفة من امك؟ قالت لي انتي عارفة ان امك نومها تقيل ومش هتسمع اي حاجة، وانا عايزة بصراحة اشوف. ده انتي صوتك هو اللي صحاني، انا من حقي اعمل كده، وانا يعني هو انا مش ست؟ وقتها انا معرفتش اتكلم. ايوه، هتقولولي ايه اللي خلاكي ما تتكلميش؟ هقولكوا معرفش، اهو ده اللي حصل. ولقيت اختي معانا في نفس الموضوع، وبصراحة ما كنتش عارفة اعمل ايه. سكت، لكن الموضوع اتكرر مرة واتنين وتلاتة، لدرجة لما امي جت تسافر لاختها لقيت اختي بتقول لها انا قاعدة مع اختي كام يوم، واختي هي اللي قالت لي كده. فامي سألتني انت عايزة اختك تقعد معاكي؟ ما عرفتش اتكلم. قلت لها ايوه ياما عايزاها تقعد معايا. قالت لي خلاص، انا هسافر انا عند خالتك، وانت يا بنت كام يوم كده وحصليني، وانا هسيبلك فلوس عشان تجيلي. واختي وافقت، وانا ما كنتش عارفة اتكلم. ما انا سكت اول مرة، وكمان جوزي الموضوع جه على هواه وكان مبسوط، وانا مش عارفة اعمل ايه. طب انا لو اتطلقت منه هروح فين؟ انا ولا ليا مكان، ولا حتى عارفة الدنيا هتعمل فيا ايه. علشان كده انا سكت، لكن متضايقة ومش عارفة اعمل ايه. فجيت لكم انتوا تفيدوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم، وعارفة ان انتوا اكيد هتساعدوني، اكيد هتقولولي اعمل ايه، ولا لو حد مكاني ممكن يعمل ايه. انا محتاجة مساعدتكم. وعلى فكرة صاحبة القناة معاها رقمي ومعاها كل حاجة عني، لو حد عايز يساعدني ياريت تبلغوها، وهي هتقدر توصلكم بيا. انا بثق فيها وفي رأيكم، وعايزة حكمكم وتفيدوني وتساعدوني، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس. فتحت باب الأوضة وشفت منظر أنا كنت متخيلة أن أشوفه، لكن أنا في الوقت ده ما كنتش متحملة أشوف كده أبدا. ست أرملة بقالها كام سنة وشايفة أن هي حرمت نفسها من كل حاجة، وأول ما تشوف كده تتجنن. وجوز بنتي ما صدق، طبعا بنتي مقصرة في حقوقه كتير، وأنا عارفة وحافظة أي راجل دخلته ممكن تكون إزاي. وزيادة كمان إن هو قعد معايا واتكلم وقال لي يعني ايه الحاجات اللي هو محتاجها من بنتي، وبنتي مقصرة معاه. وانا بيني وبينكم كنت يعني ما صدقت اشوف كده، اصل انا كنت عارفة وانا داخلة الأوضة ايه اللي هشوفه بالظبط، لكن برضو ما كنتش عارفة ان لما اتحط في الموقف ده كل ده هيحصل. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة. قصة النهاردة قصة وانا بحكيها وبقراها ما كنتش مصدقة نفسي، ولا عارفة حتى هطلع اقول لكم ايه. ازاي اطلع احكي لكم حاجة زي كده؟ لكن
القصص دي من النوعيات اللي انتوا بتحبوا تسمعوها قوي، لكن في نفس الوقت لازم نلاقي حل وفي أسرع وقت ممكن، لأن صاحبة القصة محتاجة حل في أسرع وقت. بتقولي الحقيني يا سومة، أنا اتحطيت في مشكلة كبيرة، لكن أنا كنت في الأول حباها، لكن بعد كده مش عارفة أعمل إيه ولا أطلع من الموضوع ده إزاي. وأنا يا جماعة لازم أساعدها، ما ينفعش أسيبها كده. وانتوا كمان لما تسمعوا قصتها هتتعاطفوا معاها. ودلوقتي يلا بينا ندخل في تفاصيل القصة، لكن الأول عايزاكوا تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة والحصرية اللي بتنزل عندي على القناة. ودلوقتي يلا بينا ندخل في القصة. أنا فوزية، في الوقت اللي بحكي لكم قصتي ومشكلتي عندي 40 سنة، ست أرملة بقالها يجي 19 سنة. أيوة 19 سنة. وأنا كان جوزي صغير، ويعني لما مات جوزي كنت لسه عروسة بقالي سنة ونص، ومعايا بنتي كان عمرها سنة. بصراحة كنتش عارفة استقبل الخبر ازاي، أصل أنا جوزي كان سواق، عمل حادثة واتقلب بالعربية ومات. في الوقت ده أهلي قالوا لي اتجوز، وحتى أهل جوزي قالوا لي انت لسه صغيرة، واحنا مقدرين ان لسه المشوار قدامك طويل، وان احنا مهما عشنا هنعيش قد ايه، خصوصا ان هما حالتهم المادية كانت على قدهم خالص، يعني ولا كانوا يقدروا يساعدوني في مصاريف بنتي ولا في مصاريفي. وكمان عارفين ان انا عمري ما اشتغلت، يعني هشتغل ايه ولا هعمل ايه؟ لكن انا رفضت، قلت لهم اتجوز ازاي وادخل على بنتي جوز معرفش هيعمل معاها ايه، والبنات كبارة، البنات بتكبر وتفور بسرعة، وانا حلوة طول عمري، وعلشان كده كنت عارفة ان اكيد بنتي هتطلع زيي. اصل انا من صغري وانا حلوة كده ومدملكة، وكل رجالة الحتة عندنا كانوا بيتجننوا عليا بس اول ما انزل الشارع، ما بالكم بقى لما اتجوز وبنتي تكبر قدام عينيه؟ مش عرفني انه هيبقى كويس معاها ويتقي ربنا فيها. وعلشان كده قلت لا، انا مش هتجوز. اهل جوزي الله يرحمه واهلي كانوا بيساعدوني باللي بيقدروا عليه، وقتها كان لازم اشتغل. نزلت اشتغلت في محل ملابس، وربنا كرمني وقدرت ان انا اجر محل بعد ما خدت فوايد كل الشغلانة وعرفتها صح، وفتحت محل خاص بيا انا. وانا كنت شاطرة قوي في البيع والشراء، مع اني كنت اول مرة اشتغل، لكن ربنا فتحها عليا من وسع، وبدل المحل ما يبقى ايجار بقى تمليك، وبدل ما كان محل صغير بقى سنتر كبير. وفي الوقت ده بنتي كانت بتكبر قدام عينيا سنة ورا سنة، لحد ما كبرت وبقت عروسة ما شاء الله زي القمر، يمكن كمان كانت أحلى مني. المهم أنا اللي كان يشوفني ما كانش يديني سني أبدا. وفي مرة من المرات لقيت واحدة جارتي بتقولي إن ابن أختها نازل من الكويت وبيدور على عروسة، وهي ما لقيتش أحسن مننا ناس تناسبهم، وعلشان كده أول ما يجيلها زيارة هتجيبه وتيجي عندنا علشان يشوف بنتي. وساعتها يعني لو في قبول وحصل قبول وهي متأكدة إنه هيحصل، نقرا الفاتحة ونحدد ميعاد الخطوبة والجواز مع بعض. كنت فرحانة قوي قوي، كنت طايرة من الفرحة من أم العروسة. جريت ودخلت شقتي ورحت عشان أحكي لبنتي كل اللي حصل، لكن اتفاجئت إن هي عمالة تزعق وتتنطط وتقولي لا يا ماما أنا مش عايزة. قلت لها مش عايزة إيه مقصوفة الرقبة انتي؟ قالت لي أنا مش عايزة أتجوز، أنا أصلا بكره الرجالة وما بحبش الجواز. قلت لها بقولك إيه، هو أنا هفضل عايشالك العمر كله؟ وما كنتش أعرف إن كل ده هيحصل.
المهم ان العريس جه بعديها بيوم، ولما شافني، اصلا انا اللي فتحت له الباب في الاول هو وجارتي، كان مفكرني ان انا العروسة مني زي ما قلت لكم، مش باين عليا سن ابدا. علشان كده جارتي ردت وقالت له: يوه، ايه يا ابن اختي، معقولة كده تتلخبط؟ يا حبيبي اسم الله عليك، دي امها مش هي. وهو كان طاير بيا قوي، كان بيقول معقول يعني دي هتبقى حماتي؟ طب ازاي؟ ده اللي يشوفها يقول اصغر مني. قعدت اضحك، وبصراحة دمه كان خفيف على قلبي قوي، لكن انا ما كانش ينفع ابين اي حاجة غير كده. انا قلبي في وقتها اتعلق بيه، بس قلت لنفسي اكيد يعني اللي انا فيه ده تخاريف، ده انا معايا اللي قده. وعديت الموضوع، وبعد كده شاف بنتي عجبته، لكن كان دايما مركز معايا. ولقيته سألني سؤال غريب: يعني انتي لو تقدم لك عريس مش هتوافقي؟ قلت له لا طبعا، اوافق ايه؟ ده انا بنتي خلاص اهو بجوزها وهبقى جدة. وقتها هو سكت، وتقريبا كده عشان ده الكلام اللي قاله لي بعد كده مرضاش يتكلم، وقال لي وافق ببنتي بدل ما يخسرنا احنا الاتنين. وفعلا تمت الجوازة واتجوزوا. لكن تاني يوم الفرح لقيت جوز بنتي بيكلمني، ايوه، وبيقولي ان بنتي مش عايزاه يجي جنبها ابدا، وان هو مش عارف يتصرف ازاي، وانه محتاجني باي طريقة. اخدت بعضي ورحت لهم. قال لي: يا حماتي ادخلي اتكلمي مع بنتك وعقليها، انتي ست وفاهمة وعارفة كل حاجة، فياريت تدخلي مع بنتك كده وتفهميها. دخلت لها اوضتها وقعدت افهمها واتكلم معاها واقول لها كمان تعمل ايه، لكن هي كانت رافضة خالص الموضوع دوت، وكانت بتقولي انا مش عايزة اتجوز. انتوا ليه عايزين نتجوز يا جماعة؟ انا يا ماما قلتلك ان انا مش عايزة. ما كنتش عارفة اعمل معاها ايه. اخرة المتمة قالت لي: خلاص، انتي لازم تساعديني في الموضوع دوت، هو انا موافقة ان انتي تبقي معايا وتحضري كل حاجة بنفسك، انا بصراحة قلقانة. ولما اتكلمت مع جوزها قال لي: وماله، انا ما عنديش مشكلة. قلت له: يوه، وازاي الكلام ده؟ قال لي: عادي، ايه المشكلة؟ انا مش هتكسف منك يعني يا حماتي. ما كانش قدامي حل غير اني اسكت وارضى. ما هي بنتي وانا مش عايزة بيتها يتخرب ولا تسيب بيتها تاني يوم جواز، الناس هتقول عليا ايه؟ لكن قعدت اقنعها. وبعدين اليوم ده كنت انا في اوضتي ولقيته وهو بينادي عليا. دخلت الأوضة وأنا كنت متأكدة إن أنا هشوف المنظر ده، ولسه بفتح الباب شفتهم هما الاتنين قدامي جاهزين، وقال إيه مستنيني. أول ما دخلت أعصابي ما كانتش متحملة خالص. لقيت جوز بنتي بيقولي: اقعدي اقعدي يا حماتي، انتي أولى من أي حد. وبصراحة أنا معرفتش خالص أتصرف ولا أملك أعصابي، ولقيت نفسي بوافق على الموضوع. لا، وده كمان كنتش عارفة اعمل ايه، ولقيت نفسي اندمجت وهم شغالين، ولقيت نفسي دخلت في الموضوع معاهم. ايوه، وبصراحة ما بقاش بيعدي يوم غير لما الموضوع ده يحصل بينا احنا التلاتة، وانا من ساعتها وانا مش عارفة اعمل ايه. علشان كده من كتر حيرتي ومن كتر ما انا مش عارفة اتصرف ازاي، كلمت صاحبة القناة هي تفيدني وتحكي قصتي ومشكلتي للناس اللي عندها وبتتابعها، وقالت لي ان اكيد هلاقي الحل عندها. وانا دلوقتي اهو جيت وشفت وحكيت، وانتوا بقى اللي تفيدوني. ياريت من غير ما تجرحوني تقولولي رأيكم في قصتي، وتقولولي كمان ايه الحل اللي انا اعمله عشان كل المشكلة دي تخلص خالص. انا بجد مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة ومحتارة. ياريت كلكم تفيدوني، وانا طبعا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.